الانطلاقه بمرتده سريعه لمحمد هلال. بذكر حضراتكم مستمعينا ان انت لو موجود معانا في استاد القاهره الدولي هيكون على يمينك فريق اسوان الضيوف في لقاء اليوم، وعلى يسارك البنك الاهلي. لقاء ننتظر فيه المتعه، ننتظر فيه الاثاره، واحنا بنلعب في الدقيقه 63 من عمر واحداث اللقاء، وما زال التعادل السلبي هنا بدون اهداف ما بين البنك الاهلي واسوان. زهره الجنوب، ابناء النوبه، ابناء اسوان اللي يتمنوا الانتصار، وجماهير اسوان اللي تتمنى الانتصار، انتصروا على الزمالك في اللقاء الماضي. اللي بيعمل انطلاقه رزاق سيسي يمتلك الكوره، لكن ترجع لعبد الرسول مره ثانيه. رزاق يضغط عليه، يا ولد يا لعيب، محاوله للمرور والوصول بينيه، الله! لكن عمرو حسام ورزاق مزدوجه خلفيه، يا ولد يا لعيب. في اللقطه الماضيه كوره باكثر من روح على مرمى فريق اسوان، يضاعف ويحاصر فريق اسوان البنك الاهلي بحثا عن اول اهداف اللقاء. لكن كوره من الجهه اليمنى بعرضيه مزدوجه من رزاق سيسي، لكن ركله حره لصالح دفاع اسوان في اخطر كرات اللقاء، في افضل كرات اللقاء، في اجمل كرات البنك الاهلي، لكن ضاعت وفاتت وراحت لركله حره غير مباشره لدفاع اسوان. البنك الاهلي كان هو الاقرب من الاسماعيلي. درويش الكره المصريه في مأزق في ملعب الكليه الحربيه امام حرس الحدود، وهنا اسوان امام البنك الاهلي يبحث عن اول اهداف اللقاء. كره ابعد من 30 متر تقريبا من مرمى ابو جبل، محمد ابو جبل. هل يهزك ريح في كرة أسوان من أجل أول أهداف اللقاء، ولا نقول لك ما يهزك ريح يا أبو جبل؟ ركلة حرة في مكان متميز جدا. هل بالحاج اللي يسدد الكرة ولا مين؟ هنتابع مع حضراتكم. كرة ثابتة من أجل أول أهداف اللقاء، لكن في الحائط البشري ترجع لبالحاج مرة ثانية، عرضية على القائم الثاني، لكن تعدي وتفوت وتروح من فوق الكل لركلة مرمى لأبو جبل. الدقائق تمر وما زال التعادل السلبي بحثا عن أول حضور وأول وصول للمرميين، سواء مرمى أبو جبل أو مرمى عمرو حسام. عمرو حسام في مرمى أسوان يترقب، وأبو جبل يتابع مع البنك الأهلي من أجل أول مراوغة وأول مرور، سواء بقى كان لرزاق سيسي في فريق البنك الأهلي أو بالحاج وديلسن كاموني في صفوف فريق اسوان. رمي التماس لاسوان اللي بيضغط على فريق البنك الاهلي ومحاصر البنك الاهلي من اجل ايداع اول اهداف في اللقاء في مرمى البنك. هنا محاوله من اجل الايداع وسلسله الانتصارات لفريق اسوان ان تستمر، ولكن البنك الاهلي لا يتمناها. رمي التماس مره ثانيه بالقرب من الرايه ركنيه من الجهه اليمنى، عدى وفات، عدى وفات، اقرب لركله ركنيه. الكرات الثابته تتعدد